بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا غدانا النهارده اللي هنطبخه معانا النهارده نسمي الله كده وتعال نشوف هنعمل ايه مع بعض. احنا هنا جايبين صدور فراخ، كان عندنا صدور فراخ او جبناها اللي موجودة عندي. إيه، هنقطعها مكعبات وهنعملها مع بعض. تعال نشوف هنعمل ايه. احنا هنا جبنا طماطم قطعناها مكعبات صغيرة، 3 طماطميات، وقطعناها مكعبات صغيرة، و3 قرون فلفل وقرن شطيطة وقطعناه مكعبات صغيرة معاكم اهو. واحنا جبنا الاول البصلة وفرمناها، فرمنا 3 بصلات معانا، وجبنا البطاطس حسب ما انت عاوزة بقى، كتير قللي انت ومزاجك اللي تعمليه. انا عملت 3 حبات بطاطس، قطعتها مكعبات بالطول وتقطعها صبع تطلع معاك مكعبات. اللهم صل على النبي. وبعد ما نقطعها هنا، بعد ما نقطع البطاطس هنجيب بقى الفراخ معانا، وهنقطعها هو كانت صدور بانيه، وهنا معانا ملحق معلش كزبره، ربط الكزبره. احنا بناخد النص بس، اللي هو بتاع الورق، ما بناخدش اللي هي العنق اللي قدام دي. جبنا هنا البانيه، لا الفراخ حسب الكميه اللي عندك جايبه نص، جايبه كيلو، عندك فراخ مقطعاها عادي، قطعيها حتت مكعبات صغيره. ديت الفراخ اللي معانا، هي ديت جبناها بانيه وقطعناها حتت بالطول كده، ورجعنا قطعنا الحته يعني كده على 4 وحدات. ديت اللي معانا. ممكن تجيب الصدر كامل وتقطعيه عادي. جينا هنا بقى للتتبيله بتاعتها. احنا معانا التتبيله بتاعتها ملح، فلفل اسمر، نص معلقه من 7 بهارات، برضو معلقه بتاع معلقه هنا بتاع بهارات فراخ، بهارات شوي فراخ، وعلى كده فلفل اسمر، ملح، 7 بهارات، بهارات شوي. بس دي اللي معانا. ومعانا معلقتين صلصة. لو هي بقى الكمية بتاعتك صغيرة، قللي انت الصلصة. يعني كان معايا ديت كان كيلو، فعشان كده حاطة معلقتين صلصة. سيمي بقى لو انت معاك نص، حط معلقة واحدة بس كفاية. انا حاطة هنا معلقتين لان كان معايا كيلو. وقلبيها وسيبيها تتبل بقى كده قيمة نص ساعة، 10 دقايق. مش عاوزاها تتبليه تنقعها شوية، سيبيها عادي، اعمليها على طول. بس انا في الوقت دي انا عملتها وسبتها قيمة نص ساعة متبلة كده. تبليها، اعمليها في الاول، تبليها وقوم مجهزة حاجتك بقى خرطيها بعدها. وعلى كده بعد ما تسيبيها نص ساعة منقوعة متبلة، هنا كده بعد ما كنا تبلناها وسيبناها نص ساعة، حطينا بقى نقطة زيت في قلب الصينية. وما سخنت، لما الزيت سخن قمنا رايحين حاطين الفراخ فيها. الله عليها كده، اللي يشوفها يقول ده مشوية، يعني ما هيش متحمرة على البوتاجاز ولا حاجة. قطع فراخ مشوية كده. وتسيبيها لما تحمر من تحت، قلبي وقلبيها واحدة بواحدة. الكمية بتاعتك عادي اللي موجودة عندك اعمليه واحدة بواحدة كده، قلبيها وهي عشان رقيقة بتبقى مستوية معاك، ما بتاخدش سوا كتير ولا حاجة. يعني صراحة صينية جميلة تستاهل جدا جدا.
يعني لو انت عاوزة تعمليها تجهزي حاجتك وتسيبيها وتعمليها في اي وقت، ما حلو. جهزت الصبح وسبتها لما اخر النهار، يعني في ثانية بتاخدش حاجة. احنا كده ايه، كنا حمرنا الكمية اللي معانا كده. ايه اخر حاجة، هنجيب احنا بقى البصل اللي فرمناه، وهنحطه ايه، هنحطه في الصينية زي ما هي، وهنزود زيت، لان الزيت اللي كان فيه مطرح زيت اللي نازل من الفراخ عادي. وحطيها البصل بس يخدل، وما تخدل ما تدبل شوية، انه مفيش حاجة اصلا، هو الزيت عشان هو الاحمر، والمطرح التحمير بتاع الفراخ هو، لكن البصلة ما احمرتش. والفلفل اللي احنا مخرطينه برضو جبناه معاه، برضو تشويحة كده معاها. كده احنا هنشوح البطاطس مع بعض اهيت. انا حطينا البطاطس على البصل والفلفل وهنشوحهم مع بعض. حطينا هنا معلقة بهارات شوي، اللي هي شوي الفراخ، وفلفل اسمر وبابريكا. وحطينا نص معلقة سبع بهارات، والملح بتاعها نظبط بقى الملح بتاع البطاطس، وفلفل اسمر. وهنقلب التوابل دي مع بعضها لما ريحة التوابل تحمص كده وريحتها تطلع. جبنا احنا هنا بقى الطماطم اللي مقطعينها مع بعض مكعبات، وهنحطها عليه، ونحط لها معلقتين صلصة. الصلصة حسب ما انت عاوزة، معلقة اتنين حطيها وقلبي بقى. حطينا صلصة، حطت لها معلقة سكر صغير. بعد معلقة السكر وهنقلبها مع بعض، وهنحط لها نص كوباية مية، ونسيبها تغلي بقى. غطي عليها وسيبها تغلي. بعد ما تضيف لها نص كوباية المية، قلبيها وغطيها وسيبيها. هنا هي بعد ما نشفت من نص كوباية المية، جبنا الفراخ اللي احنا حمرناها مع بعض ورصناها على الوش. بعد ما نرصها هنا، هنزودها برضو نص كوباية مية. لما تستوي البطاطس هنزود المية عشان البطاطس، لكن الفراخ مستوية. هنزود لها نص كوباية مية بعد ما رصينا الفراخ على وشها. والفراخ متحمرة، هتاكلي بقى، مش هتحمري في الفرن ولا حاجة. حطيناها هي، وهنصفي الزيت اللي نزل منها عليها تاني. كانت هنا وهنحط لها نص كوباية مية، وهنغطي عليها ونسيبها مع نفسها تستوي. نص كوباية مية. خلاص خلصنا تاخد غلوتين، وهنقوم طافين عليها على كده. اعملي بقى رز ابيض، رز بشعرية، اي اللي موجود عندك واعمليها. كانت هنا لسه بتغلي اهي. انا كنت دايرتها في صينيه تانية، لان الصينيه طلعت صغيره عليه، كانت نشفت اصلا، كنا عاملينها ناشفه. بعد ما كنا زودناها الميه بتاعتها واستوت، انا بوريكم الفراخ اهي كانت موميا، والبطاطس برضو كانت موميا، ما كانش فيها اصلا اي ميه خالص. وكان هنا بقى خلاص هنغرف بقى. عملنا جنبها رز بشعريه وغرفناها. بألف هنا اللي ياكل. ما تنسناش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه. مع السلامه.